مسلم في صحيحه من حديث جابر بن سليم رضي الله عنه وأرضاه قال: دخلت المدينة، أي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدت رجلا يصدر الناس عن رأيه، فقلت: من هذا؟ قالوا: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيت فقلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا نزل بك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا ألمت بك سنة عامة فدعوته كشفها لك، وإن كنت في أرض فلات فأفلتت دابتك فدعوته ردها عليك. فقلت: عهد إلي يا رسول الله. قال: لا تسبن أحدا. فما سببت بعده عبدا ولا حرا ولا شاة ولا بعيرا. قال: ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، وارفع إزارك إلى أنصاف ساقيك، فإن أبيت فما فوق الكعبين، وإياك والمخيلا فإن الله لا يحب المخيلا، وإن امرؤ شتمك أو عيرك بما يعلم هو فيك فلا تشتمه ولا تعيره بما تعلم أنت فيه، فإن وبال ذلك عليه. هذا الحديث العظيم من الأحاديث التي يرويها صاحبها جابر بن سليم رضي الله عنه وأرضاه. امرئ مشرك دخل مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فأول ما أعجبه من حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة الكرام أنهم يصدرون عن رأي رسول الله، ما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأمر إلا ابتدروا أمره صلى الله عليه وسلم، وما نهاهم عن شيء إلا انتهوا عنه رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الذي أعجب جابر بن سليم أعجب أيضا سهيل بن عمرو يوم صلح الحديبية. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كاتب قريشا في صلح الحديبية، وكان سهيل بن عمرو من قبل المشركين، وكان شديدا في المكاتبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو: لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، واكتب باسمك اللهم فإنا لا ندري أم الرحمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب باسمك اللهم. قال: اكتب هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله وقريش. فقال سهيل بن عمرو: لا تكتب محمد رسول الله، إنما اكتب محمد بن عبد الله، لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك ولما قاتلناك. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه: لا والله لا أمحو رسول الله، لا أمحوها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: دلني عليها، فمحاها صلوات الله وسلامه عليه بيده. لما رجع سهيل بن عمرو إلى قريش سألته قريشا فقالوا له: كيف وجدت محمدا وأصحاب محمد؟ قال: يا قوم والله لقد أتيت الملوك، رأيت كسرى وغيسر والنجاشي، فما رأيت أحدا يحبه أصحابه ويجله كمحبة أصحاب محمدا صلى الله عليه وسلم، والله ما أمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره. هذا الذي أعجب سهيل بن عمرو، ما أمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره، والله ما بسق بساقا ولا تنخم نخامة إلا سقطت في أيديهم يدلكون بها وجوههم وأيديهم رضوان الله عليهم. فهذا الذي أعجب سهيل بن عمرو أعجب جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قوم يسارعون في الاستجابة لأوامر الله ولأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام، وقد مدحهم الله جل وعلا في كتابه بهذا الأمر، فقال سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ما أمرهم الله جل وعلا بأمر إلا سارعوا إلى تنفيذ أمر رسول الله
واستجابوا لأمر الله جل وعلا لا يتلكؤون، لا يتأخرون، لا يسوفون، لا يعللون، إنما يسارعون. وقد أخبرنا الله جل وعلا وجاءت في كتب السير أن أوامر كثيرة نزلت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسارعوا بالامتثال والإذعان لأوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. بل إن المسلم ليعجب من حال هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في تلقيهم لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: لما حرم الله جل جلاله الخمر كنت ساقي القوم في دار أبي طلحة الأنصاري، كان يسقيهم الخمر في دار أبي طلحة الأنصاري. قال: والكؤوس في أيديهم يدخل عليهم داخل فيقول: ألا إن الخمر قد حرمت. وتلا عليهم قول الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: والله ما رفعوا الكؤوس إلى أفواههم وإنما قالوا انتهينا يا رب. فقال أبو طلحة الأنصاري لأنس بن مالك: قم يا أنيس فأريق الخمر، فأراق الخمر. وتكرر هذا المنظر في جميع بيوت الأنصار، ما من بيت لما جاءهم الخبر أن الخمر قد حرمت إلا أخذوا الخمر ودفقوها في الطرقات حتى جرت سكك المدينة كمياه الأمطار من كثرة ما أريق من الخمور. وهذا يدل على مسارعة عجيبة. لم يقولوا هذه آخر شربة، لم يقولوا هذه آخر مرة، وإنما لم يرفعوا الكؤوس إلى أفواههم وهي في أيديهم. استجابة عجيبة. وأعجب من ذلك ما روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل تحويل القبلة إلى البيت الحرام، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام يصلي إلى بيت المقدس القبلة التي كان يصلي إليها من قبله اليهود، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعجبه أن يشابه اليهود ولا أن يشاركهم في شيء، كان يخالفهم في كل شيء. وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في قرآنه فقال سبحانه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. نعلم أنك تكره أن تصلي إلى بيت المقدس مع اليهود في قبلتهم، فالله جل وعلا أراد أن يرضي نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. صلى رجل مع النبي عليه الصلاة والسلام وقد صلى إلى البيت الحرام فأتى مسجد بنو سلمة فوجدهم يصلون متجهين إلى بيت المقدس، فقال: أشهدكم أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى متجها إلى البيت الحرام. وتلا عليهم قول الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قال: فاستداروا واستدار إمامهم حتى صار الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، لذلك سمي هذا المسجد بمسجد القبلتين، إذ أنهم في صلاة واحدة استقبلوا قبلتين، صلوا جزء من الصلاة إلى بيت الله الحرام والجزء الآخر إلى بيت المقدس، هكذا استجابوا لأوامر الله. تكرر هذا الأمر أيضا في مسجد قباء، جاءهم داخل فقال: أشهدكم أني قد شهدت العشاء الآخرة، وهم يصلون في صلاة الفجر، أشهدكم أني قد شهدت العشاء الآخرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وقد صلى متجها إلى البيت الحرام. قال فاستداروا واستدار إمامهم في نفس الصلاة. استجابة ومسارعة عجيبة. وتقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: رحم الله نساء الأنصار والمهاجرين الأول، نزلت آية الحجاب بعد صلاة العشاء، وقد انصرفت النساء، لم تدرك النساء نزول هذه الآية. قالت فطفق الرجال يتلون ما أنزل الله على النساء. رجع الرجال إلى البيوت وتلوا قول الله جل وعلا من سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. نزلت الآية بعد صلاة العشاء. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فعمدت النساء إلى مروطهن، والمروط هي الشمل الأكسية الغليظة من الصوف. عمدنا إلى مروطهن فشققناها، يعني فصلوها، ثم أتينا صلاة الصبح لا يعرفهن أحد من السود. استجابة سريعة لأمر الله جل وعلا وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام. لذلك هذا الذي أعجب جابر بن سليم رضي الله عنه وأرضاه، فقال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه. ومن هذه الاستجابة العجيبة لأوامر الله جل وعلا ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا خارج المسجد يقول لرجل جاء يتخطى الصفوف: اجلس اجلس. قال: فنظرت فلم أرى واقفا غيري فجلس رضي الله عنه في الشمس. جلس في الشمس فقال له بعض الناس: ما عناك رسول الله؟ ما يريدك النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنما يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا داخل المسجد. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجلس، والله لا أقوم حتى يأذن لي رسول الله، والله لا أقوم حتى يأذن لي رسول الله. فأخبر الناس النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن، ما الذي أجلسك؟ قال: يا رسول الله سمعتك تقول اجلس فجلست. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قم ولك الجنة، قم ولك الجنة. زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من المسارعين المنفذين لأوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأراضين. أحمده سبحانه، وحمده المنان واجب على الإنسان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه. اختاره مولاه واجتباه ونبأه وأرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم أما بعد، عباد الله، إن المواقف في حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة المسارعة إلى تنفيذ كلام الله وتنفيذ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقف لا تحصيها الخطب ولا تعدها الكتب ولا ترويها السير. إنها مواقف عظيمة. فكل حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مسارعة وتنفيذا لأوامر الله وأوامر نبيه عليه الصلاة والسلام. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ولا يفوتني أن أحكي موقفا عجيبا رواه ابن الجوزي في صفة الصفوة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مر بعد ليلة مطيرة تحت سقف بيت فصب ميزاب على ظهري، والميزاب هو السبلوغة، صبت على ظهر عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقال: من وضع هذا الميزاب في طريق المسلمين أنزعوا هذا الميزاب. فصعد رجل فاقتلع هذه السبلوغة فقال له:
العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أمير المؤمنين، إن هذا الميزاب الذي نزعته قد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فقال: أقسمت عليك يا عباس أن تصعد على ظهري وأن تضع الميزاب مكان الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الرجال حالهم يعجب، فأعجب الحال جابر بن سليم رضي الله عنه وأرضاه، فأتى إلى رسول الله، والرجل أول مرة يدخل المدينة فيرى هذا الحال، فجاءه فقال له: من أنت؟ من أنت؟ فقال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا ضلت راحلتك في أرض فلات ردها عليك، وإذا أصابتك سنة عامة فدعوته كشفها لك. أنا رسول الله، أنا رسول الله سبحانه وتعالى الذي يكشف الضر ويجيب دعوة المضطر. وكانوا يعرفون هذه الحقيقة، يعرفون أن الذي يجيب الضر ويستجيب الدعاء ويكشف الضراء ويزيل البلوى هو رب العالمين سبحانه. وقد أخبر الله جل جلاله عن حال المشركين فقال: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا ركبوا في السفن وهاجت عليهم الأمواج عندئذ يعرفون أنه لا تنفع اللات ولا تنفع العزى ولا ينفعهم إلا الله سبحانه وتعالى. حتى أن عكرمة بن أبي جهل عليه رضوان الله تبارك وتعالى يوم أن كان مشركا خرج وقاتل خالدا رضي الله تعالى عنه يوم فتح مكة، ثم ولى هاربا وصعد في سفينة في البحر، فلما اشتد الموج على أهل السفينة جعلوا يقولون: يا الله يا الله نجنا. فقال عكرمة: وأين اللات والعزى؟ لماذا لا تنادون اللات والعزى؟ قالوا: والله هنا لا ينفعك إلا الله. قالوا: هنا لا تنفع لات ولا تنفع عزى. فقال عكرمة وكان عاقلا، قال: والله إن كانت لا تنفع في البحر فإنها لا تنفع في البر. فرجع وأسلم وحسن إسلامه. وفيه نزل قول الله جل وعلا: إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فكانوا يعرفون هذا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كلم هذا عن التوحيد الذي هو فطرة فطر الله جل جلاله عليها الناس. فالناس بفطرتهم يعلمون أن الذي يجيب الدعاء هو الله، أن الذي يكشف البلاء هو الله. إذا ضلت راحلتك في أرض فلات فمن الذي يردها عليك؟ هو الله. إذا نزلت المجاعة والسنين الشديدة من الذي ينبت النبات؟ هو الله سبحانه وتعالى. يعرفون ذلك، ولذلك علمهم النبي عليه الصلاة والسلام، علم جابر بن سليم أول ما علمه التوحيد، أن لا يدعو إلا الله، وأن لا يلجأ إلى الله، وأن لا يسأل إلا الله، وأن لا يستعين إلا بالله سبحانه وتعالى. وهذا التعليم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه الكبار، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وفي سنن الترمذي وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة جميعها إن اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا حقيقة التوحيد أيها المؤمنون.
وهكذا ربى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما رأى جابر بن سليم رضي الله عنه وأرضاه من حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب الزيادة، فقال عهد إلي يا رسول الله، زدني يا رسول الله، علمني يا رسول الله، فقال لا تسبن أحدا. وكانت هذه أول وصية من وصايا رسول الله لجابر بن سليم، لا تسبن أحدا. قال فامتثلت ذلك الأمر فما سببت بعدها عبدا ولا حرا ولا شاة ولا بعيرا، ما سببت أحدا. وهذا يدل على مسارعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى امتثال أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما سببت بعدها أحدا. والله جل وعلا نهى أن يسب الإنسان البهائم، وأن يسب الإنسان الأبناء، وأن يسب البنات، وأن يسب الحيوانات. لا تسبن أحدا، لا تسبن أحدا. ليس المؤمن بالسباب، ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش والبذيء. لا تسبن أحدا حتى لو كان الأحد كافرا، لا تسبن كافرا، لقول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تسب المشركين فيسبون رب العالمين جل جلاله بجهلهم. لا تسبن أحدا. هذا الأمر امتثله الصحابة رضي الله عنهم. فقال جابر فما سببت بعدها عبدا ولا حرا ولا شاة ولا بعيرا. قال له ولا تحقرن من المعروف شيئا. لا تحتقر المعروف، والمعروف إما ما هو معروف شرعا وأمر الله به وأمر به نبيه عليه الصلاة والسلام، أو هو معروف عرفا من المروءة والنجدة وإكرام الضيف مما يتعارف الناس عليه. لا تحتقر منه شيء، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق لا تعبسن في وجوه الناس، فذلك من الحسنات التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببذلها لمن لم يجد حسنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل سلامة من ابن آدم صدقة، وفي ابن آدم 360 سلامة، في كل سلامة في كل يوم تطلع فيه الشمس عليه صدقة. فقال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من يستطيع أن يتصدق ب360 صدقة يوميا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في كل تسبيحة صدقة، في كل تحميدة صدقة، في كل تكبيرة صدقة. أمرك بالمعروف لك صدقة، نهيك عن المنكر لك صدقة، إفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة، إرشادك الضال في الطريق لك صدقة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق فإنه لك صدقة. فباب عظيم من أبواب الصدقات ينبغي على المسلم أن يسأل الله جل وعلا وأن يعينه الله سبحانه وتعالى على القيام بهذه الصدقات، ويجزي عن ذلك كله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن 360 صدقة يجزي عنها ركعتي الضحى.